الحكايه بتبدا مع سمر واللي بيكون بيبطل مفعول قنبله ودايما ما بيستخدمش حمايه، ولما بيخلص بيفضل قاعد في مكان هادي على البحر وبيكتب مذكراته. بعدها بنشوف بنت اسمها اكيرا وهي بتنط في الميه، بس بتلاقيها ساقعه جدا وبتكون هتغرق، وبتشوف سمر وبتنادى عليه بس ما بيعبرهاش، لكن بعد كده بيطلعها فبتقول له انت كنت مستنيني اموت، فبيديها شاي وبيمشي من غير ما يتكلم. وبتكون مصوره نفسها وهي بتنط لانها كانت متراهنه على فلوس، وبتروح وبتقلع الجاكيت بتاع سمر بس بتلاقي فيه اجنده، ولما بتفتحها بتلاقي مذكراته. وبنشوف سمر قبل 10 سنين لما كان شغال في تنظيف التلج في لندن، وبيشوف بنت جميله اسمها ميرا وبيعجب بيها جدا، واللي بتدخل تصلي وبتقول انها جاي لها عريس هندي وهي ما بتحبهمش وبتتمنى الجوازه تبوظ. وبيكون سامع كل ده سمر، وبيروح بعد كده وبيفضل يعزف في الشارع عشان يجيب فلوس عشان يعرف يعيش. وبتشوفه ميرا وبتكون معجبه بعزفه جدا وبتفضل تسمعه، ولما بيخلص بيروح يشتغل في محل سمك، وبيكون الشخص ده معجب جدا بلبقته في الكلام، وبيديله الكارت بتاعه وبيقول له لو عايز تشتغل معايا هكون مبسوط. وفعلا بيروح تاني يوم وبيشتغل ويتر، والحفله اللي بيكون فيها خطوبه ميرا، وبيتضايق جدا وبيطلع يرمي الزباله بيلاقيها بتشرب سيجاره، فبتقول له انت اللي كنت بتعزف من يومين في الشارع؟ فبيقول لها صعب تعيش في البلد دي بشغلانه واحده. فبيقول لها الدعوه ما استجابتش ولا ايه؟ وبتقول له انت كنت سامعني بس انا شايفاه لذيذ ومبسوطه. وتاني يوم بيكون قاعد في الشارع، فبتجيله ميرا وبتديله فلوس وبتقول له دول عشان عايزاك تعلمني الغنى، وبتقول له انها نفسها تعمل اغنيه لوالدها في عيد ميلاده. فبيقول لها اعلمك من غير فلوس، بس مقابل ده هتعلميني اتكلم انجليزي كويس. وبيتفقوا على كده، وبتروح بعد كده الكنيسه وبتفضل تدعي. بعدها بيبداوا الاتنين يعلموا بعض، وبيعرفها انه جه هنا عشان يكون مستقبله لانه من قريه بسيطه. وبعد وقت بتكون خلاص اتعلمت تغني وتعزف حلو، بس ادائها ما بيعجبوش، وهي بتكون علمته انجليزي كويس. فبيقول لها انت اتعلمت كويس بس خايفه، سيبي نفسك للمزيكا. وبيكلم بعدها واحده صاحبته وبيقول لها انه عنده صديقه خجوله وعايزك تشتغلي معاها على الموضوع ده، وبيقول لها كلميها وخليكي واثقه من نفسك. بعدها بتروح مع صاحبته حفله، وبتكون متوتره جدا من التعامل مع الناس، واول ما بتشوف سمر بتطمن جدا، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض شويه، وبعد كده بيقوموا يرقصوا ويغنوا ويستمتعوا بوقتهم، وبيقدموا الاتنين عرض حلو جدا. وبعد الحفله بيوصلها واللي بتكون مبسوطه جدا وفرحانه، فبيقول لها سمر انا بحبك ومش عارف اعمل ايه. فبتضحك وبتفتكره بيهزر بس بيكون بيتكلم جد، وبيقول لها انا عارف ان ده اخر يوم هقابلك فيه وهتتجوزي. فبتكون مصدومه من كلامه ومش عارفه ترد، واثناء ده بيجي القطر وبيمشي. بعد كده بنشوفها بتغني في الحفله بتاع والدها، وبتفضل تتخيل سمر جنبها، ولما بتخلص بيسقفوا لها كل الناس. وتاني يوم بيروح سمر شغله عادي، بس بيفضل دايما يفكر في ميرا. وبعد وقت بتجيله وهي حزينه، فبيقول لها حبيتيني ومش قادره تعيشي من غيري صح؟ فبتقول له لا انا هتجوز لان والدي عايز كده ودايما بيعمل لي اللي انا عايزاه وما ينفعش ارفض له اول طلب. وزمان امي هربت مع واحد ووالدي اللي رباني، واول مره اقول الكلام ده لحد. وبتاخده بعد كده الكنيسه وبتقول له وعدني اننا نفضل اصحاب بس وما نخلفش الوعد ده ابدا. فبيقول لها انا عمري ما هكون صديقك، بس ما تقلقيش مش هتجاوز حدودي ومش محتاجه اقدم وعود. فبتقول له لا ده عشاني مش عشانك، عشان ما اضعفش. وبيسمع كلامها فعلا وبيوصلها بعد كده وبيمشي. وتاني يوم لما بتروح الشركه بتجي لها رساله من والدتها واللي بتهنيها بجوازها، وانها وعدت والدها ان مش هتتصل بيها، وفي كل عيد ميلاد ليكي كنت بجيب لك هديه وما بتشجعش ابعتها لك، بس المره دي ما قدرتش امسك نفسي. وبتبعت لها الزي اللي كانت لابساه في فرحها، وبتتاثر جدا وبتحكي لسمر. فبياخدها وبيروحوا عشان يقابلوها، واللي بتكون منهاره جدا اول ما بتشوفها ومش مصدقه، وبتقول لها انا اتجوزت والدك وانا صغيره بس ما قدرتش احبه، وان كان في حاجه ناقصه لحد ما قابلت جوزي التاني وما قدرتش اسيبه، وسبت والدك لاني ما كنتش سعيده معاه، ومن ساعه ما اتجوزت هنا وانا عايشه سعيده. فبتقول لها ميرا انا كنت بكرهك بس دلوقتي انا فهمت ليه عملت كده، واللي عملتيه كان صح. وبتحضنها وهي منهاره، وبتروح بعد كده وبتشكر جوزها ان خلى والدتها سعيده، وبيمشوا. وبتقول بعد كده لسمر انا بحبك ومش هقدر اعيش من غيرك، واللي بيكون مبسوط جدا. وبيبداوا بعد كده يقربوا من بعض اكتر ويقضوا وقت مع بعض ويستمتعوا بوقتهم. وفي يوم بيكون بيوصلها وبتقول له هتكلم مع والدي النهارده في موضوعنا، ولما بيسيبها ويمشي بتخبطه عربيه، فبتجري عليه ميرا فورا وبيكون قلبه وقف. فبتروح ميرا وبتدعي انه يرجع للحياه تاني، ومقابل ده مش هتشوفه تاني. وبيفوق فعلا وبتفرح جدا، بس بتفتكر الوعد اللي خدته وبتزعل وبتمشي. وبيفضل بعد كده يتصل عليها كتير بس تليفونها بيكون مقفول. وفجاه بتدخل عليه ميرا وبيقول لها كلمت والدك عننا؟ فبتقول له لا، وبتعرفها انها دعت انه يرجع للحياه مقابل ما عرفكش تاني. فبيفضل يضحك، فبتقول له دي معتقداتي ومؤمنه بيها وانها هتجوز. فبيقول لها اوعي تعملي كده، بس بتسيبه وتمشي. وبيسيب بعد كده فلوس كتير لصاحبه وجواب مكتوب فيه ان الفلوس دي تبدا بيها حياتك، وان هرجع الهند وكفايه غربه لحد كده، وشغل الفلوس دي وهرجع لك في يوم واخد نسبتي. وبيروح بعد كده للكنيسه وبيقول انها طلبت ارجع للحياه مقابل انها تسيبني، بس من النهارده انا هعرض حياتي كل يوم للخطر وهشوفها عايش لامتى. بعدها بيرجع الهند وبيبقى قائد في الجيش وبيبقى خبير متفرقعات. ولحد هنا بتنتهي المذكرات اللي مع اكيرا. وتاني يوم بتروح لنفس المكان وبترجع له الجاكيت، وبتقول
له انت من ساعتها ما حاولتش ترجع لميرا، بس ما بيردش عليها. فبتقول له القصه دي حقيقيه ولا مألفها؟ فبيقول لها اعتبرها قصه وبيمشي. وبتروح بعد كده للمديره بتاعتها وبتقول لها انها عايزه تعمل فيلم وثائقي. فبتقول لها انت ما عندكش خبره، بس بتفضل تترجاها لحد ما بتوافق. وبتقول لها معاكي اسبوعين بس، ولو الفيلم ما عجبنيش هطردك. بعد كده بيقول قائد سمر ان في فيلم عنك وثائقي هيتعمل عشان يشجع الشباب ينضموا للجيش. وبتوصل بعد كده اكيرا وبتقول لسمر هفضل معاك في العمليات اسبوعين. وبتيجي اول مهمه وبيقول لها ابعدي حوالي 300 متر عني. وبيروح للقنبله وبيفضل يدور على زر التفجير وبيلاقيه جنب اكيرا وبينادى عليها بس ما بتسمعلوش. فبيجري عليها بسرعه وبينقذها قبل ما القنبله تنفجر. وبيفضل يزعق لها انها خلفت تعليماته وبيقول لها ارجعي وانسي التصوير، بس بترفض وبتفضل تترجاه لحد ما بيوافق. بعدها بيروح يقعد في مكان هادي وبيفضل يغني وبتفضل اكيرا تصوره وبتفضل تتكلم بعدها للفيديو بتاعه وبتقول انها حبته. وبتروح بعد كده تلعب معاهم كوره بس الكاميرا بتنكسر وما بيعرفوش يصلحوها ولازم حد متخصص يصلحها. وبتقول لسمر كده مش هعرف اصور وهمشي ومش هتشوفني تاني. وتاني يوم بتكون ماشيه فعلا، بس فجاه بتلاقي الكاميرا اتصلحت وبيقولوا لها ان سمر فضل طول الليل يصلح فيها. وبتقول له انت صلحتها عشان حبتني صح؟ فبيقول لها اسكتي بدل ما اكسرها تاني. وبيقول لها انا شفت عندك شغف وانك عايزه تحققي حلمك فحبيت اساعدك. وبتروح بعد كده معاه مهمه تانيه وهو بيفك قنبله وبتقول له هتفضل تحب ميرا طول حياتك ولا هتحب حد تاني؟ وانا قدامك اهو. وبيفضل يضحك على كلامها وبتفضل بعد كده تقرب منه وبيستمتعوا كلهم بوقتهم وبتخرجوا فعلا من حزنه. وبيجي اخر يوم وبتقول له انت ليه ما بتلبسش حمايه؟ فبيقول لها هي الحياه بتاذي الانسان اكتر من القنابل وانا اتاذيت كتير فمش فارقه. فبتشكره انه ساعدها وبتقول له انا بحبك. فما بيعرفش يقول لها ايه وبتقول له ما تقولش حاجه، انا عارفه انك بتحب ميرا بس انا حبيتك وفشلت اخليك تحبني. فبيقول لها ما تحبيش لان لو ضحكتك راحت العالم هيخسر كتير جدا. وتاني يوم بتودع الجنود وبتمشي وبيودعها سمر وبتوري لمديرتها الفيلم واللي بتتاثر بيه جدا وبيعجبها. وبتقول لها لازم يجي لندن عشان رئيس القناه يتاكد انه حقيقي مش ممثل. فبتقول لها مش هيوافق. فبتقول لها يبقى الفيلم مش هيتعرض. وبتروح بعد كده وبتكلم سمر وبتحكي له اللي حصل لكن بيعتذر لها وبيقول لها مش هقدر اجي. وبتكون متضايقه جدا لان حلمها هينتهي. وبعد شويه وقت بيكلمها وبيقول لها انا قدام القناه وبتجري عليه فورا وبتحضنه وبتكونش مصدقه وبتفضل ترقص وبتكون عربيه هتخبطها فبينقذها وبياخد الخبطه مكانها وبينقلوه بعد كده للمستشفى. ولما بتدخل له بيقول لها ميرا فين؟ اتصلي بيها. وبتنصدم من كلامه وبتيجي الدكتوره وبتساله شويه اسئله عن اسمه وسنه وبيقول لها تاريخ قديم. وبتقول لها اكيرا هو اتعرض لحادثه قبل كده؟ فبتقول لها من 10 سنين. فبتقول لها انه فقد الذاكره ومش فاكر اخر 10 سنين وذاكرته واقفه عند الحادثه الاولى ولازم نجيب كل الاشخاص اللي كان يعرفهم عشان ذاكرته ترجع له. وبتدي لها بعد كده العناوين اللي قال لها عليهم. وتاني يوم بتروح لبيت ميرا واللي بتكون بتحتفل بعيد ميلاد بنتها فبتسيب المكان وبتمشي. وبتروح لها تاني يوم الشركه وبتقول لها عايزه اتكلم معاكي بخصوص سمر وبتحكي لها كل اللي حصل وبتكون متاثره جدا. وبتروح له المستشفى واول ما بيشوفوا بعض بيحضنوا بعض. وتاني يوم بتقول له الدكتوره ان الحادثه اللي حصلت لك كانت من 10 سنين وانت دلوقتي مصاب بفقدان ذاكره مؤقت ومش فاكر اخر 10 سنين من حياتك. فبينصدم من كلامها جدا وبيقول لميرا هو احنا فضلنا مع بعض؟ فبتقول له متجوزين كمان. وبيفضل يقول لها انا عايز افتكر كل حاجه وهو متاثر. ولما بتقعد مع اكيرا بتقول لها ما ينفعش تكملي، انت عندك جوزك واولادك وده غلط. فبتقول لها انا ما اتجوزتش، احنا فضلنا اصدقاء ودي بنته وان كل سنه بساعده مش اكتر وان بحب سمر وهفضل احبه ولازم اساعده. بعدها بيروحوا لصديقه القديم واللي دلوقتي بقى عنده سلسله مطاعم وغني جدا وبيطلبوا مساعدته وبيكون متاثر جدا وبيوافق. وبيروح بعد كده سمر لبيت صاحبه مع ميرا وبتقابله على اساس انها مراته عشان تساعده يستعيد ذاكرته. ولما بيقف قدام المرايه بيفتكر العمليات اللي قام بيها بس ما بيركزش وبيقول لميرا انا حاسس ان انا بقابلك بعد سنين. وبتروح بعد كده للدكتوره وبتقول لها انا مش قادره اكمل. فبتقول الدكتوره الاكيرا انك تقابليه وتصوريه زي ما حصل قبل كده عشان يحاول يفتكر. وتاني يوم بتعمل كده فعلا وبتكون حزينه جدا لانه مش فاكرها خالص. وبتقابل ميرا بعد كده وبتقول لها سمر اللي انا قابلته ده كله سعاده غير الشخص الحزين اللي قابلته قبل كده وده بسببك واوعي تبعدي عنه. فبتقول لها انا خدت وعد قبل كده وبنفذه. وتاني يوم بيكون سمر واقف في الشارع وبيلاقي الامن بيخلي المكان عشان في قنبله وساعتها بيفتكر كل حاجه وبيقول لهم انا القائد سمر من الجيش الهندي. وبيروح وبيفك القنبله وبيكون افتكر كل حاجه. وبيروح بعد كده مع ميرا الكنيسه وبيقول لها النهارده هنتجوز مره تانية. فبتقول له لا مش هينفع. فبيقول لها لا ليه مش احنا متجوزين اصلا؟ فبتسيبه وبيقول لها ليه كدبت عليا؟ انا افتكرت كل حاجه وليه بعدت عني كل ده عشان خاطر وعد وانا مش مسامحك وعشت من غيرك وقادر اكمل من غيرك. وبيسيبها ويمشي. وبيروح بعد كده للمطار مع اكيرا وبيقول لها لو ما كنتش قابلتها كنت حبيتك انت. وبتحضنه وهي متاثره. وبيرجع بعد كده الهند وللمهمات بتاعته وبيتفاجئ بميرا قدامه وبتقول له مش لوحدك اللي اتعذبت ال10 سنين اللي فاتوا، انا كمان اتعذبت وانا فهمت انك لسه عايش لحد دلوقتي ليه عشان نكون مع بعض.
فبيقول لها ما كنتش عارفه تفهمي ده بدري، وبتقول له كل حاجه بوقتها. وبيقولوا له الجنود ان في قنبله كمان لقوها، فبيروح عشان يعطلها للمره الاخيره. وفي نفس الوقت بتكون بتقدم اكيرا الفيلم الوثائقي بتاعه، وبتقول انه قدر يبطل اكتر من 100 قنبله، وانه دلوقتي بيبطل مفعول القنبله الاخيره، وبينجح في ده فعلا. وبيروح لميرا وبيطلب منها الجواز، واللي بتفرح وبتوافق، وبيقرروا يكملوا حياتهم مع بعض. ودي كانت نهايه حكايتنا. قولوا لي في التعليقات حابين الخص لكم افلام ايه الفتره الجايه، ويا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير، واشتركوا في قناتي الجديده اللي بينزل عليها الانيميشن، هتظهر لكم دلوقتي على الشاشه، وهتلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن. اشوفكم الفيديو الجاي.